اللي بلغتها كلها منها عشان احنا خلاص بكره الماتش فندخل الكاميرات. اقسم بالله لو شوبير استمر كده هو والشناوي ما في كاميرا عندك هتخش ماتش للزمالك يكون الزمالك طرف فيه. ماتش الزمالك. لان مش معقول واحد عمال يبلطك. ده بيبلطك. فاضل كمان انا ما كنتش برد عليه. انا ما بردش على عيال زي دي. هو لما كارترون طلعته معايا في الفيديو كنت برد عليه؟ ومصطفى فتحي كنت برد عليه؟ انا بخاطب جمهوري. صح. مش بخاطب الواد ده اللي انا جاي له من الجمعه هفضحه بقى قدام مصر كلها وقدام مراته. تاني وقدام مراته. هو في ايه؟ انت مين يالا؟ ده انت شفتني في العزا جريت. واقسم بالله لو كنت انا اللي شفتك ولمحتك في اللي بكي. مع احترامي لمحمود المملوك. انت جريت للجبان. فانا النهارده جاهز نفسه لغايه يوم الجمعه الجاي. بيقول لك انا بيقول لي ما لا انا مالك، لا انت رخم بصراحه. في اخ من الجماهير المحترم اسمه احمد في فيديو انا بعته لكم هيرد عليه لغايه ما اجي يعني لغايه يوم الجمعه ان شاء الله. ان شاء الله يشتغل كل عمر يوم الجمعه باذن الله. انا جاي له بقى هفرغ مصر عليه. طنطا فضحوك ايام ما كنت واخد منه فلوس. ده انت هبه مسحت بكرامه الارض. انا هسالك كام سؤال كده بالمكاشفه. جاهز من لغايه يوم الجمعه. ولو انت راجل اهو يا احمد يا شوبير لو انت راجل اطلع قول المكاشفه. اسال محمود الخطيب خد كام من تركي الشيخ ليه؟ عايزين مكاشفه. اسال محمود الخطيب البلاغ اللي تركي الشيخ المحترم عامله ضده في نيابه الاموال العامه مكتوب فيه ايه؟ اسال محمود الخطيب قول له انا عايز التقرير بتاع اللجنه بتاعت تحيا مصر اللي هي اسمها اللي هو بيقول لك الفلوس خدوها. طلع لنا صوره التقرير انهم خدوا منك الفلوس 228 مليون و500. طلع لنا التقرير اللي مكتوب فيه انهم استلموا الساعات منك. عايزين نشوف الكلام ده بقى. طلعوا. انت اللي اوعى تفتح بقك. تاني اوعى تفتح بقك. النهارده راحت الكلام اللي قاله للاستاذ عمرو الفقي رئيس التنفيذي اسمها الاداره التنفيذيه للشركه والوزير الاسبق اشرف سلمان والالباب كلهم والسيف. انتوا موافقين على ده؟ لا مش مفيش عندي عقد رعايه ومش هدخلك. انا ليه 20 مليون جنيه؟ دول بقى مش بفلوس الدوري والكاس، لا ده بفلوسي بتاع البث. يقول لك ايه؟ ما تطلع تقول لنا انت خدت رعايه كام؟ هو انا يا ابني لسه عملت العقد؟ ايه القرف ده؟ وانت بتتعاقد مش من حقك تتعاقد يا جاهل يا جاهل يا غبي. قانون واضح من حق مجلس بالرغم انا ما عملتش 15 20 سنه ده 5 سنين، لكن يا جاهل يا غبي قانون واضح. قانون الرياضه واللائحه الماليه واضحه. اذا كنت عايز مده اكتر من مدتك خد موافقه الجمعيه عموميه وخد موافقه الوزير. انت بتتعامل مع راجل قانون رقم 1 في البلد يالا. اسال بقى مش انت راجل؟ هات محمود الخطيب قول له انت هربت ليه من مصر قبل 11/11؟ عايزين نعرف. هتعرف مش هنوجعك ورينا التقارير. وانت ايه اللي وداك قطر وبعدين والسعوديه قبليها والامارات وقول لنا القصر اللي انت واخده في ابو ظبي مين جابهولك؟ والشقه اللي في برج خليفه مين جابها لك؟ اطلع قول كده. مش انت راجل؟ عايز مكاشفه؟ اطلع قول. لو انت استهبال اوعى تتكلم عن الزمالك تاني هديك باللي في رجلك. وهو واضح. انا قلت لكل المسؤولين في الدوله الواد ده هيعمل فتنه. تاني الواد ده هيعمل فتنه. انتوا موافقين يبقى انتوا المسلطين. انتوا مسلطينه. هو في يا جماعه مين العيل ده؟ ما تقولوش حضرتك وكتب. بتقال مين الواد ده؟ ولو انت راجل اطلع قول انت خدت في صلاح محسن كام عموله. اطلع قول من السيد تركي الشيخ. اطلع قول. عايزينك مش انت راجل ما تطلع تقول بقى مكاشفه.
انما احنا ما عندناش حاجه بنخبيها. كارتيرون مشي في الوش، مصطفى فتحي في الوش، ما عندناش حاجه بنخبيها يالا. وبعدين انت كده بتحرج بقى الشركه الراعيه اللي مشغلاك، لان الشركه الراعيه اللي عليها دلوقتي 20 مليون ما فيهاش ولا جنيه من الرعايه اللي لسه ما اتفقناش عليها. لما احنا بنتصرف مع بنك زي بنك الاستثمار، تمام؟ طب ما انت طب خلاص قول لي اللي مشغلينك هاتوا الفلوس اللي عليكم. مش كده؟ قول لهم هاتوا الفلوس اللي عليكم. انما انت هتتجنن ازاي انا بتصرف؟ وبعدين صاحبك ممدوح بس اللي كان بيبعت لك الفلوس وانت اعترفت، انت ومدحت شلبي، ها؟ كان بيبعت لكم فلوس انتوا الاثنين وانتوا اعترفتوا، تمام؟ ده هو اللي عامل عقود من 15 20 سنه. ده اللي انت ما تعرفوش ان في عقدين بس، مش هكلمك عن 86 قضيه انا كسبتهم. البنك التجاري الدولي كسبته في النقد، كان ايجار 1000 جنيه في السنه مش بالشهر، تمام؟ في السنه؟ اكثر من 150 مليون جنيه لما جيت. ده احنا فاكرين 1000 جنيه في الشهر يا فندم. بيب دون كان متفق معاهم على 15 مليون. العقد الثاني بتاع الاستاذ ياسين منصور، تمام؟ ياسين منصور، تمام؟ اللي هم الثمان محلات اللي ما ب 1000 جنيه برضه في السنه، تمام؟ لو حد ثاني جه خدهم غيره او هو مش اقل من 100 مليون. كلمني انا يالا على اهدار ملعب يالا. انت وجودك في القناه وصمه عار. انت وجودك في الاعلام وصمه عار. اوعى تنسى ان انا طلعت قلت انك انت وزوجتك رحتوا للسعوديه وكان موجود احمد حسن وحسن شحاته كلهم. خدت الساعات وزوجتك قالت له يا ولي النعم في الدرجه الرابعه بنقول لك لا شكرا روح. ده اخوك مجرم ارهابي محمد اللي في امريكا. اخوك مجرم وارهابي اسمه محمد في امريكا. انت بتساب ليه؟ انت كسر عين مين هنا؟ انت ممدوح عباس ومحمود الخطيب وقولوا لنا مين اللي حاميكم؟ مين اللي وراكم؟ انا مش بقول كل يوم هشتكي للشركه الراعيه وهنحقق وهنشوف ولا حد بيعمل حاجه. وبعدين ازاي انت عايز ترعاني وانت جايب واحد يهد كل يوم شتيمه كل يوم بيقلب على النادي؟ هو احنا جينا ناحيه النادي الاهلي؟ هو النادي الاهلي فيه مصايب مالناش دعوه. هو النادي الاهلي لما شطب ابراهيم عيسى وهناء حمزه انت نطقت بحرف واحد؟ لو قلت انا ده ها يقول لك انا اتكلم زي ما انا عايز. ما تتكلمش، حط الجزمه فوقك. بقول لك تاني حط الجزمه فوقك. كفايه ثوابعك القديمه. مش بقول كل يوم يا جماعه يا استاذ عمرو الفي اتفضل، يا استاذ اشرف، يا سياده الوزير اشرف سلمان اتفضل، يا استاذ البيت اتفضل. مش عارفين تعملوا له حاجه. كل يوم بيزيد، يعني بعد ما بيشتكي بيزيد. كسر عين مين؟ قولوا لنا بقى. خطيب، ممدوح عباس، شوبير، كاسر عين مين؟ ومين اللي حاميهم الثلاثه؟ نادي في حاله وعمالين نلعب وجدنا عمالين نجيب فلوس من اليمين ومن الشمال ونتصرف. ونيجي يقول ايه يا جماعه بنعمل كده عشان حاجتين. الحاجه الاولى العمال والموظفين لو طلعوا الشارع مش هيرجعوا. يقول لك ده بيهدد. ايوه مش هرجع. لو انا كنت خدت بالي منك انك انت في العزا كنت كلتك علقه جوه العزا. ويزعل مني محمود المملوك يوم ولا يومين وخلاص. عشان انت ايه الشغل اللي انت عملته؟ ايه القرف اللي انت عمال تعمله ده؟ وتفتفه وشفاتيره، ايه القرف ده؟ واول واحد الاقي ليه مناخير ليها 4 فتحات، ايه القرف ده؟ انت يا جماعه ده لا شكل ولا موضوع ولا صوت ولا تاريخ. مش ده اللي كان بيقعد يعيط؟ قلنا بس ان شاء الله ربنا يكرمنا بكره باذن الله. ان شاء الله يا رب. الموظفين هيقبضوا باذن الله. تمام. محمد التريبي قال انه في كل الالعاب. احنا ماتش بكره ربنا يوفق بلادنا فيه ان شاء الله. ان شاء الله. وبقول لكم من فضلكم لا حد يقول حضرتك عليه ولا الكابتن اسمه الواد شوبير. وهو كده هيعدي ماتش بكره ان شاء الله. ماتش اللي بعديه المقاولين اعتقد هيبقى ده ماتش المقاولين بتاعنا. في الدار الاخضر يا فندم. لا مفيش كاميرات هتخش. مش بلطجه ولا فتوانه. ليه؟ ان العقود طبقا للقانون المدني تنفذ بحسن النيه. ازاي حضرتك
عامل معايا عقد ترعاني، وفي نفس الوقت عندك موظف عمال يقل ادبه علينا كل يوم. يا ريت انت قلت اعلنت ان الجمعيه العموميه للوزير طلب تاجيلها. يا فندم يوم 27. طبعا ان شاء الله 27 يا واحد. ريت. بنشكره طبعا على موقفه وبيسال كل يوم. امبارح الاجتماع امبارح بيطمن لغايه ما قلت له خلاص الازمه الماليه انتهت، واحنا مستنيين يوم الاربعاء ان شاء الله باذن الله. يا رب. انا بثق في قضاء مصر العظيم ثقه لا حدود لها. قاضي بيغلط بتروح استئناف بيغلط بتروح النار. تمام؟ انما لا اشكك في قاضي مصري واحد ولا في النيابه العامه المحترمه. يا ريت لو تجهز الفيديو بتاع الاخ احمد، واحد من الجمهور وعلى